منك لله يا كولر. امبارح بتلاعب فريق خايف يلبس قدامك ابيض. منك لله يا كولر بتلاعب فريق بيلعب قدامك ب5-4-1 وبرضه متحفظ. منك لله يا كولر. ضيعنا مننا شوط اول امبارح تاريخي، الزمالك بيدافع وانت متحفظ في نص الملعب وبتنقل الكوره، وما شفناش الشناوي اول تلت ساعه، ومفيش فرصه خطيره، مفيش ضرب، الاهلي حتى ما رفعش شتيمه. اللهم ان كره امام عاشور اليتيمه الوحيده اللي في الشوط الاول اللي تقول ها هي كره حسين الشحات. طب فين بقى الضرب؟ فين الخمسه ست يا اخي؟ لو اي زملكاوي امبارح بيتفرج العيال وشها مخضوض، العيال امبارح بتتفرج وشها بص اصفر، يعني العيال خايفه في اي وقت الاهلي هيجي عليهم يجيب له 5-6 في الشوط الاول، لكن ده ما حصلش. ضيعنا مننا الشوط الاول، خدوا الجرأه، وبعدين دخلنا بقى الشوط الثاني غير بقى في بدايته، ارمي 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 اسامه ابو علي وحط جريتشار مكان محمد عبد الله، واسحب احمد نبيل كوكا وحط الدبيس، وابدا افتح جناحاتك وخلي لعيبتك تنزل. بص ما ترحمش الزمالك، بين العين الحمر. ده ما حصلش خالص. مدرب قاعد يعني كاشش كده في الملعب، ما فيش اي تفكير، ما فيش اي خوف من اللعيبه موجوده في الملعب منه. ده حصل امتى؟ حتى لما احنا جبنا الجون بتاعنا امبارح اللي عن طريق اشرف بن شرقي، بص رجعنا لورا ونمنا قدام الشناوي، ويعني الواد امبارح استقبل الكوره ولف وحطها لعمر جابر مرتاح وفي وسط ثلاثه ومشت بالعرض، ما فيش حد خالص، لا الشناوي ولا اشرف داري كانوا فايقين. تقدر تقول مباراه بتبين لك فعلا احنا المشكله فين عندنا الموسم ده. عندنا في المدرب جبان، المدرب ما عندوش فكر، المدرب ما فيش جمله خالص. انت بتلعب دلوقتي بالمهارات الفرديه بتاعت اللعيبه بتاعتك. امبارح يعني انت شايف ان اكرم توفيق هيمشي خلاص، ما بتعتمدش على لعيب ليه هيكون مكمل معاك وفي نفس الوقت تبني عليه. الحاجه الثانيه، انت امبارح مفروض قدام الزمالك تلعب بجناحين طايرين مع اللعيبه اللي معاك، وبص ما ترحمش خلاص. الزمالك بيدافع وما فيش سرعات، الزمالك ما عندوش سرعات تحسب له، فانت ليه خايف؟ ليه جبان؟ ده ما حصلش امبارح. فاحنا فعلا عندنا مشكله على المدرب امبارح ما رفعش خالص، يعني ما فيش شتيمه حتى في المباراه امبارح يعني. فاحنا امبارح كنا يعني حاجه تكسف. الزمالك نام فرحان اكيد بالتعادل، نام مبسوط جدا بالتعادل، نمنا متعكتين علينا مش شايفين قدامنا بالتعادل. فقدنا نقطتين لصالح بيراميدز، لا يبقى لو كسب المباراه بتاعته هيبقى كسبنا فرق 3 نقاط، والضغط هيبقى علينا زي الموسم اللي فات، بس الموسم اللي فات كان طويل والموسم ده قصير، فانت بقى دخلت بقى في حسبه مالكش فيها. فنتمنى ربنا يكرمنا ان شاء الله، ويعني لو فيها مدرب نجيبه من بدري عشان ما نروحش قبل كاس العالم نقول يا ليلي يا سوادي. فمن دلوقتي نجيب مدرب كويس، او نقعد مع الراجل ده نشوف المشكله فين. هو جبان ليه؟ مش خايف ليه؟ احنا يا حبيبي بنضرب، ما عندناش شتيمه. فانت بادائك ده مش هتاكل معانا عيش، فلازم يكون الكلام صريح معاه عشان ما يكونش عندك كم من اللعيبه كويسه ديت، وفي نفس الوقت انت بترمي بالتشكيل ده وبتلعب بالطريقه ديت العقيمه، وفي نفس الوقت ما انتش عايز تجازف وتكسب المباراه. لا، فاحنا مش هتكمل معانا بالطريقه ديت. نتمنى ان شاء الله ان احنا نصحح المسار، وسلامات لعمو كولر، وسلامات للعيبه اللي كانت موجوده في الملعب امبارح. مفيش اي روح خالص ولا رجوله في الملعب ان انت تضيع فوز سهل منك، ويكون عندك اصرار ان انت تكسب بنتيجه كبيره. امبارح ده ما حصلش، والاعداد بتاع المباراه كان زفت الزفت. فنتمنى ان احنا ننساها قريب ونفوق في الدوري، ونفوق للهلال السوداني اللي هيبقى في 1-4 ان شاء الله، نكسب المباراه بتاعته ذهاب واياب. فلا، محتاجين نقعد مع المدرب، محتاجين نصحح الاخطاء، محتاجين نعود للمسار بتاعنا، محتاجين نفرح.